هتسافر ألمانيا تعمل معادلة تمريض وبتسمع إن الناس بتسقط كل يوم، وعشان كده أنت قاعد مرعوب وبتفكر دلوقتي هعمل إيه عشان أنجح. أو هتسافر تعمل أوسبيلدونج وفي نفس الوقت أنت ما عندكش أي خلفية خالص يعني إيه تمريض. عشان كده عملت لك كورس فليجا إن شاء الله يأهلك تسافر ألمانيا وأنت أمورك في أحسن حال. خلينا متفقين على شوية حاجات. الكورس ده هيكون تأهيل للمعادلة وليس محتوى المعادلة. المعادلة المحتوى بتاعها بيختلف من مكان للتاني، كل مكان ليه منهج. الأمراض ثابتة في كل الأماكن، ولكن في أمور تانية زي حقوق التمريض، الأمور الإدارية بتختلف من مكان للتاني. ده غير إن الأمراض كتيرة جدا، كل مكان خاص بشوية أمراض. أنا بالنسبة لي الأهم من ناحيتي أنا أو من ناحيتك أنت لو أنت هتسافر دلوقتي، إن أنت هتبتدي المعادلة وأنت أمورك في أحسن حال، تبقى فاهم إيه اللي بيتقالك، تبقى الأمور مش صعبة مش معقدة، تبقى على أرض صلبة زي ما بنقول بالمصري. فإن شاء الله هنخلي الكورس ده تأهيل للمعادلة. طيب أنت دلوقتي الكورس دوت تمنه كام؟ ولا أي حاجة خالص. الكورس ده هدية مني ليك، مش محتاج منك غير دعوة حلوة وتجيب ورقة وقلم ويلا بينا نبتدي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الدرس الأولاني من كتاب لينيا اينز فليجا بيتس فاي. ايه ده انت قلت بيتس فاي؟ ايوه، الكتاب مستوى بي 2. لو انت مستواك الفعلي حاليا اقل من بي 2 الكتاب ده مش هيكون مناسب ليك. طب في الحالة دي تعمل ايه؟ في كتب تانية موجودة عندي على قناة التليجرام اقل شوية من مستوى بيتس فاي، ممكن برضو تذاكر منها. طيب ان شاء الله هديك نبذة مختصرة قبل ما ابتدي. الكتاب عبارة عن ايه وبيتكلم على ايه عشان تبقى عارف انت داخل على ايه بالظبط. الكتاب عبارة عن 14 درس، كل درس بيتكلم عن وحدة معينة. الدرس الأولاني اللي هناخده النهاردة نوي ام تيم، جديد في الفريق. انت واحد جديد فهتبقى عايز تعرف ازاي تسلم على زمايلك، ازاي تتعرف على زمايلك، المستشفى عاملة ايه. الحاجات دي كلها هتعرفها في الدرس الأولاني وده اللي هناخده النهاردة ان شاء الله. نوي ام تيم. الدرس التاني هيتكلم عن دار المسنين. طبعا ناس كتير بتقولك يعني ايه دار مسنين، لأن الحاجات دي مش موجودة في أغلبية الدول العربية. فإن شاء الله في الجزء الثاني من الكتاب ده هيتناول الموضوع باستفاضة وهنشرح ده يعني قدر الإمكان بتفصيل ممل. الدرس الثالث هيتكلم على اينكيند من الديابيتس، طفل عنده السكر. فافهم من كلمة ديابيتس ان هو هيتكلم باستفاضة عن مرضى السكر، وهيكلمك ازاي تتعامل مع الاطفال وايه انواع الانسولين. فهيكون درس مفيد برضو ان شاء الله. بعد كده عندنا في الدرس الرابع unterwegs im ambulanten Pflegedienst. طبعا انت سمعت عن كلمة امبولانتا وبرضه مش فاهم معناها ايه، ففي الدرس دوت هيتكلم عنها باستفاضة. وفي الدرس ده شارح حاجات كتير جدا خاصة بالبروفيلاكسا. طبعا الكلمة دي اي حد مسافر دلوقتي يقول لك اهم حاجة البروفيلاكسا. طيب خلاص يا عم، الدرس دوت هيتناولها يعني من الالف للياء. بعد كده عندنا الدرس الخامس بيتكلم على اينويا هيفت، بيتكلم على البري اون بوست اوبراتيفا فليجا، هيتكلم على قبل وبعد العمليه. وطالما في عمليه يبقى في جروح، طالما في جروح يبقى غير على الجروح. هنتكلم في قصص تانية ازاي تعمل هجينه وازاي تعمل حاجات جميله جدا هتستخدمها في شغلك. فالجزء ده هيكون مهم جدا ان شاء الله. بعد كده عندنا الجزء السادس نوما 6 اينشتورز انزنيوغن هايم. في حالات سقوط كتير بتحصل في المستشفيات، المريض يكون موجود وبعد كده يحصل له سقوط. فالسيناريو دوت هو شرحه لك بالتفصيل، ايه اللي هتعمله، ايه اللي هيتم، ايه هي الاجراءات، موجوده في نوما 6 اينشتورز امزنيوغنهايم. بعد كده عندنا في الدرس السابع كيندا شتاتسيون und فيزيوثيرابي، هيتكلم على قسم الاطفال والعلاج الطبيعي. بعد كده عندنا في الدرس الثامن هيتكلم على ايندريا تيم ام اينزاتس، هتكلم على ازاي تعمل انعاش قلبي رئوي. وده طبعا حاجات مهمة جدا لانه هيكلمك في الحالات الطارئة تعمل ايه، تتصرف ازاي. فالجزء ده برضو مهم جدا. بعد كده عندنا الدرس التاسع، وده بصراحة كان بالنسبة لي مفاجأة إن كتاب زي ده بيتكلم على مجال زي مجال بالياتيف شتاسيون. هيكلمك على الناس اللي بتعمل رعاية تلطيفية وبتعمل الناس اللي هي بتبقى يعني خلاص الحالات بتاعتها ملهاش علاج، ملهاش هوفنونج، مفيش أمل. بيتعاملوا معاهم ازاي. الكتاب ده برضو شارح ازاي تتعامل مع قسم بالياتيف شتاسيون، وده بالنسبة لي حاجة احترمها جدا في الكتاب ده. بعد كده عندنا في الدرس العاشر هيتكلم على ان ابايتس اونفال، لو انت حصل لك حادثه في الشغل ايه اللي هيتم برضه وايه الاجراءات. وفي الدرس ال11 هيتكلم ازاي تتعامل مع الناس اللي عندها ديمنس. بعد كده عندنا في الدرس ال12 فورت بيلدونج اون تيم بيلدونج، هعرفك ازاي تطور من نفسك، ايه هي المجالات التطوير والحاجات اللي انت دايما بتسأل عليها. في الدرس ال13 هيتكلم على الستروك يونت، هيتكلم على الناس اللي عندها جلطة بالمخ والناس اللي في العناية ازاي بتتعامل، ايه اللي بيتم، ايه السيناريو. ده برضو حاجة مهمة جدا وناس كتير شغالة في المجال ده.
بعد كده في الدرس ال 14 Aufgaben einer Hebamme هيعرفك ان في مولدات في المانيا وهيعرفك دورهم ايه وبيعملوا ايه بالظبط. طبعا من خلال ال 14 درس اللي انت سمعتهم دلوقتي احنا هنا بنتكلم على كتاب شامل كل حاجة خاصة في مجالك، سواء في المستشفى او سواء في دار مسنين. فافهم دلوقتي ان احنا هناخد كورس ان شاء الله هتطلع منه مش محتاج اي حاجة خالص غير انك تبتدي المعادلة وانت حاطط رجل على رجل، او لو انت مسافر تعمل اوسبيلدونج هتبقى امورك في احسن حال ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي على طول الدرس الاول. نوي ام تيم يعني جديد في الفريق. جايب لك هنا على الشمال الاقسام اللي موجوده في المستشفى، هتخطاها دلوقتي وارجع لها تاني. وعلى اليمين جايب لك صوره فيها 3 اشخاص، وتحت منها بيشرح لك بالظبط الزيتواسيون اللي انت شايفه، الموقف اللي انت شايفه. تعال نقرا مع بعض التكست اللي موجود اللي تحت الصوره دي، ونحاول قدر المستطاع نطلع منه بأكتر استفادة ممكنة، سواء جمل ولا سواء كلمات جديدة. هنا بيقول لك Lucilia Samunter hat heute ihren ersten Arbeitstag auf der inneren Station des städtischen Krankenhauses. واحدة اسمها لوسيليا زامونتا hat heute ihren ersten Arbeitstag، يعني أول يوم عمل ليها auf der inneren Station في قسم الداخلي des städtischen Krankenhaus، في القسم الداخلي الموجود في المستشفى. Sie lernt das Krankenhaus, die Station und das Team kennen. kennenlernen يعني يتعرف. Das Krankenhaus المستشفى، die Station القسم، das Team الفريق. هي تتعرف على المستشفى، الفريق والقسم اللي هي موجودة فيه. Die Stationsleitung Maria Baumgart und ihr Kollege Carsten Schuster unterstützen sie bei der Einarbeitung. Die Stationsleitung يعني رئيسة القسم. ماريا باومجارت ده اسمها und ihr Kollege الزميل كارستن شوستا ده اسمه unterstützen sie بيدعموها bei der Einarbeitung. Einarbeitung لما بتروح تشتغل في أي مستشفى في ألمانيا بيبقى في شخص مسؤول عنك، أو في مثلا ممكن يكون شخص أو شخصين يعني، بس في الغالب بيبقى واحد بس المسؤول عنك يعمل لك Einarbeitung يعني يدربك. Einarbeiten يعني يدرب، يعرفك بقى الدوكيومنتاسيون، يعرفك اليوم عامل ازاي، اي حاجة جديدة، اي طبيعة الشغل عاملة ازاي، هو مسؤول عنك. يعني انت المفروض في الاخر يقول لهم الراجل ده جاهز ان هو يشتغل، فبيعمل لك حاجة اسمها Einarbeitung. Mit Carsten Schuster kontrolliert sie den Pflegerwagen. مع الشخص دوت اللي هو المفروض هيعمل لها الAeinarbeitung اللي هو هيدربها. كنتروليات زي يعني بتعمل تشيك او بتطمن كله تمام. الفليجا فاجن اللي هي العربيه بتاعه التمريض. العربيه دي بيبقى فيها حاجات مستلزمات وحاجات كتير كده خاصه بالتمريض، بس ده هنشرحها ان شاء الله باستفاضه في الدروس اللي جايه. فاعرف بس ان فليجا فاجن دي العربيه اللي احنا بنعدر عليها الحاجات بتاعه الرعايه بتاعتنا وحاجات تانية يعني، وبتختلف من مكان لمكان. اعرف بس ان عربيه التمريض وخلاص دلوقتي. Sie nimmt an einer Teambesprechung teil. هي هتشارك في التيم بيشبرشونج يعني الاجتماع بتاع الزملاء. كل فترة الفريق الطبي بيعمل اجتماع كده ويتكلموا لو في مشكلة أو في أفكار جديدة عايزين يطبقوها. يعني مثلا لو زميلة جديدة زي دي لسه جاية تشتغل عندهم، فده بالنسبة لهم بيكون موضوع إن إحنا مثلا عايز أقول لك يا جماعة في زميل جديد هيجي يشتغل معانا، فعايزين نقف جنبه في الأين عبايتنج في التدريب. مش لازم بقى الشخص ده المسؤول عنه، إحنا كلنا معاه. الكلام اللي أنت بتشوفه دوت، فده اسمه تيم بيشبرشون، بتعمل كل فترة، وده برضه هنتكلم فيه في الكتاب إن شاء الله باستفاضة في الأيام اللي جاية. Lucilia Samunter beruhigt die Patientin Martha Meister und vereinbart für sie einen Termin in der Radiologie. لوسيليا زامونتا beruhigt يعني بتهدي die Patientin المريضة مارتا مايستا ده اسمها، und vereinbart يعني بتتفق für sie ليها einen Termin يعني ميعاد in der Radiologie قسم الأشعة. فكده في مريضة هي بتهديها وبتعمل لها ميعاد في قسم الأشعة. طيب قبل ما ننزل على التكست اللي فيه المريضة دوت، أنا دلوقتي قريت تكست زي دوت، أنا استفدت بيه بإيه؟ تعال أقول لك التكست اللي زي نستفاد بيه بإيه. مثلا أنت عرفت مثلا إن كلمة زي شتاتسيونسلايتونج يعني رئيسة القسم، فدي بالنسبة لي حاجة كويسة. تعرف مثلا إن في كلمة اسمها Einarbeitung اللي هي فترة التدريب أو الشخص اللي بيدربك، فدي برضو كلمة مفيدة وتستفاد منها. فعل زي teilnehmen an plus داتيف ده برضو تبدأ تستخدمه وتحطه في جمل وتستخدمه في كلامك. تيم بيشبرشهم تبقى عندك خلفية دلوقتي إن في اجتماع بيتعمل للتمريض كل فترة اسمه تيم بيشبرشونج. فأنا بالنسبة لي النص ده كويس، استفدنا منه حاجات كتير. وبرضو كلمة راديولوجي يعني قسم الأشعة، فأنت
بالنسبة لي كان نص مفيد، استفدنا بحاجات كتير. طيب هننزل بعد كده على التكست التاني اللي فيه المريضة، اللي زي ما انت شايف كده باين عليها ان هي مريضة فعلا. وتحت منها التكست هنقراه مع بعض ونشوف برضو نقدر نستفاد منه بإيه. أنا ما بقراش التكست عشان خاطر أنا جاي يعني أقرأ وأترجم وفاضي، لا أنا عايز أوصل لأكتر استفادة ممكنة بالكلام اللي أنا بقراه واستخدمه في حياتي اليومية لما أروح أشتغل إن شاء الله. Martha Meister ist berufstätig und hat zwei Kinder. واحدة اسمها مارتا مايستا ist berufstätig يعني هي موظفة، بروف يعني وظيفة، تيتش يعني نشط في حاجة، berufstätig يعني موظفة، ممكن تقول عليها على طول موظفة يعني. und hat zwei Kinder عندها طفلين. Ihr Hausarzt hat sie mit Verdacht auf Pneumonie ins Krankenhaus eingewiesen. ده فعل جميل جدا وبيستخدموه كتير جدا في المجال الطبي. einweisen والماضي منها eingewiesen وبتاخد haben يعني تحويل او الدكتور حولها. وعندك هنا في مصطلح حلو جدا اسمه Verdacht auf، اشتباه في Verdacht auf، هتستخدمه كتير طول ما انت شغال في المستشفى. Pneumonie يعني التهاب رئوي. Ihr Hausarzt hat sie mit Verdacht auf Pneumonie ins Krankenhaus eingewiesen، يعني الدكتور حولها مع اشتباه في التهاب رئوي. Es wird eine Röntgenaufnahme des Thorax gemacht. Es wird gemacht يعني تم عمل، صيغة باسيف تم عمل. Eine Röntgenaufnahme des Thorax يعني أشعة على الصدر. Aber eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor. لكن يعني تشخيص دقيق لسه مش متاح. فور ليجن الفعل ده حلو جدا وعجبني جدا انه في القطعة دي عشان تبدأ تفهمه، يعني يوجد او متاح. حتى انت لو معاك بشايد دلوقتي ديفيتسيت بشايد هتلاقي كاتب لك دي انا ريكينوج ليك نيش فور، يعني انت لسه ما عندكش اعتراف كامل فبكتب لك ليك نيش فور. نفس الكلام فور ليجن بيستخدم دايما في الصيغ الرسمية، بمعنى الحاجة دي موجودة ولا لا، متاحة ولا لا. aber ein genauer Diagnose liegt noch nicht vor يعني لسه التشخيص مش متاح أو مش موجود. Das macht ihr Sorgen يعني ده Sorgen machen يعني يقلق، ده نومن فيرب Verbindung machen مع Sorgen يعني هي عامل لها قلق، الموضوع ده مقلقها. weil sie privat und beruflich sehr viel zu tun hat، لأنها عندها حاجات شخصية وحاجات في الوظيفة، حاجات كتير تعملها يعني. طيب أنا استفدت إيه من النص اللي أنا قريته دوت؟ فعل زي einweisen بمعنى يحول يبقى أنا عرفته. كلمة زي Verdacht auf معنى اشتباه فيه، برضو بالنسبة لي حاجة كويسة أنا اتعلمتها دلوقتي. نويموني يعني التهاب رئوي يبقى أنا عرفت مصطلحات طبية. عرفت إن الأشعة اسمها رونتجن. عرفت إن مثلا فعل زي فورليجن بمعنى متاح أو موجود. عرفت مثلا نومان فيف بينهم زي ماخت زورجن وده زورجن ماخن، ده برضو بالنسبة لي كويس. فأنا شايف إن القطعة بصراحة برضو النص اللي احنا قريناه استفدنا منه بحاجات كويسة. هنطلع بقى فوق على الأقسام دي وهقراها لك واحدة واحدة وانت تقول لي انت اشتغلت فين في ده. في عندك هنا نوما 6، هنا عندك اوباجشوس، هنا في الدور السادس يعني. سوسيال دينست، سوسيال دينست دوت اللي هو الأخصائي الاجتماعي. ده دوره ايه هنا في ألمانيا؟ أنا مثلا شغال دلوقتي في المستشفى في قسم بالياتيف. المرضى عندي هتخرج بعد كده، من أول يوم بخش في المستشفى الأخصائي الاجتماعي ده بيبدأ يشوف هيروح فين بعد كده بالتنسيق مع الدكاترة. يعني لو قلنا مثلا إن المريض دوت هيطلع على البيت، طيب هو هيروح على البيت دلوقتي، محتاج مثلا رعاية في البيت ولا لا؟ طب لو محتاج او مش محتاج ايا كان، يعني التنسيق بيكون مع السوشيال دينس، هو اللي بيكون مسؤول على الاداره الحاجات الاداريه الخاصه بالمريض. فليجا دينست لايتونج دي رئيسه التمريض، وده طبعا يعني مش محتاج تعريف. اوغولوجي اللي هو القسم الخاص بالمسالك. جينيكولوجي اللي هو القسم الخاص بالنساء. ها ان او ده قسم انف واذن. انغا ميديسين ده الطب الباطني. وعندك الكارديولوجي والالكتروفيزيولوجي دي في اقسام القلب. هنا انفانج اللي هو الاستقبال. امبولانس الاسعاف. فيزيوثيرابي اللي هو العلاج الطبيعي. اوبراتيونز غولم اللي هي غرف العمليات. انت بقى هتشوف دلوقتي الاقسام دي كده وتقول مثلا ich habe in der inneren Medizin gearbeitet مثلا يعني zum Beispiel.
فانت تبدا تبني جمل، تشوف القسم اللي انت شغال فيه وتبدا تقول ان انا اشتغلت فيه. طب انا استفدت ايه؟ استفدت كتير، عرفت الاسامي اللي في المستشفى اسمها ايه. فبالنسبه لي انا كده لحد دلوقتي احنا ما خدناش غير صفحه واحده بس من الكتاب، وانا شايف الحمد لله يعني ان في حاجات كتير جدا مفيده. فهننزل بعد كده على الصفحه الثانيه، كاتب لك هنا انفو يعني انفورماسيون، كاتب لك هنا دوتسن وده زيتسن. Ob sich Kollegen und Kolleginnen duzen oder siezen, kann in jedem Krankenhaus und auf jeder Station anders sein. او لو هي ما هي بص، هي انا هترجمها ان هي ob معناها لو، بس هنا بالنسبه لي انا هترجمها ان يعني انا مش بترجم حرفي. ان الناس تتعامل بالدو او بالزي، او الزملاء والزميلات يتعاملوا بالدو او بالزي، يعني بيختلف، كان اندرزاين بيختلف في كل مستشفى وفي كل قسم. jedem Krankenhaus مستشفى، jeder Station قسم. Starten Sie deshalb mit dem Sie. ابدأ بالزي. Häufig werden Ihnen die Kollegen und Kolleginnen das Du anbieten. انت ابدأ دايما بالزي، هتلاقيهم هم بيقولوا لك قول لنا دو. فيعني اي حركات، تقول له حضرتك، قول له يا عم ولا حضرتك ولا حاجة، خلي البساط احمدي، بس خليك محترم في الاول. Es kann aber sein, dass Erster und Erstinnen oder auch das Personal auf anderen Stationen gesiezt werden. بقول لك ممكن تلاقي يعني بعض الدكاترة أو الأشخاص اللي موجودين في أقسام تانية بيتعاملوا بالزي. Sie sind verunsichert. لو أنت مش متأكد من حاجة، dann fragen Sie die Personen, die Sie einarbeiten. لو أنت مش متأكد هتسأل الأشخاص اللي بيدربوك.